اي فنان طبعا، نجم هو. نعم. طيب شنو سالفة الغدا ساعة؟ في كلمة بيقولوها شو، كلاوشي. كلاوتشي. هذا صديقي وحبيب قلبي. بيقول لي اليوم عندك، هو طبعا عم مين؟ بينظم لي. مين؟ آه آه مين؟ جو انت صريح، انت جريء. حقلكم أول حرف من اسمه، هو مذيع وصحافي كتير مهم. أول حرف من اسمه بهاء. بهاء كلاوتشي. طيب تفضل. لانه يقول لك انا رايح دا اتغدى، لا والغدا على اساس ساعة ويروح وما ساعة يرجع. حاتغدى لك ساعة. بعد ساعة أمي فاتت مستشفى، راحت السيارة. أني متت ودفنوني. زحمة. ايه عرفتي، كل يوم في قصة. بس أنا بعرفه، بس بده يروح بقول له قل لي راجع يما لا. خلص طيب بس هو بس فيه شغلة حلوة الواحد يحكي هيك. هو الحلو فيه إنه بيقدر يخلص الشغل حتى لو ما كان حدي. يعني محل ما بيكون بيقدر يخلص لك الشغل وبيفرجيكي إنجازاته. بس هو بيحب يمزح، مش يكذب. يمزح. اوكي. طيب الصحافة دائما تتهمك انه انت تقصف جبهات الفنانين والنجوم. لا ابدا، انا ما بقصف. انا قاعد بمكان اسمي المدافع. انا اذا كنت عم بتصفي يعني بتصنفيني اذا بملعب، نحن ملعب عم نلعب كوره، انا دائما بكون المدافع. انا بحياتي كنت المهاجم. انا المدافع. لما حدا بده يقصفني رد الطاق طاقي. فما حدا يضرب الناس وبيته من الحجاره. هيدا قلتها وحضرني اولى. انا ما بتعدى حدا، انا انسان مسالم. عم بشتغل على فني، بعمل فوكاليز، درست المقامات الشرقية، بدرس عود، بدرس بيانو. اليوم بوجودي هون عم شوف ألحان وشفت ملحنين وشعراء عراقيين، لأني أعشق الكلمة واللحن العراقي. هالحزن اللي فيه، هالحب اللي فيه، هالصدق بالكلمة. حتى يمكن أيام زمان تغيرت كلمات الأغنية العراقية. هلا عم بحس في كلام شوي شعبي أكثر. أكثر أغنية عراقية تحبها؟ هلا مبدئيا بحب موجوع قلبي على فكره، سيف عامر. تحياتنا للنجم سيف عامر. رح اقول لك شيء. انا بشوف النجوم العراقيين في الغناء مظلومين. حتى في بنت كثير صوتها حلو. مين؟ لازم تكون النجمه الاولى في الاغنيه العراقيه. مين؟ داليا او مش حدا. داليا طه. دالي. دالي. لا مش هذا دالي. تحياتنا للنجمة دالي. احنا هسه بدنا نصور فيديو حتى ندزل هي عبر صفحتها الرسمية على انستغرام. صراحة وحتى سيف يا ريت انا يعني عن جد توصلوا له انه انا بشوف كثير في اصوات عراقيين حلوين، لكن عندهم مشكلة وحدة، ما بيهتموا بالسوشيال ميديا، بعيدين عن السوشيال ميديا. بس بالآونة الأخيرة لأنه الانستغرام أخذ حصة كلش كبيرة من تواصل الفنان مع جمهوره. المقصرين هن دائما بيتكلوا على الإعلام وعلى يعني أنت تقصد بالموضوع. لا تفهمني غلط. أنا يهمني أنه أنت اليوم تدافع عن نفسك، ويهمني أيضا شذا تدافع عن نفسها. لكن اللي يهمني دقي لها تليفون، خليها تطلع الهواء. لا أولى الأيتي بالعربي قالوا لها ردي على الجورة. اللي يهمني أكثر أنه أنا أسمع الحقيقة كلها. وما صارت أنه كان في حفل هيك باختصار مشان ما ياخذ الوقت أكثر من حجمه، لأنه أنا رديت عليها ووصلني حقي ورفع عليها دعوة. أوكي. الظلم مش حلو، وعيب يكون واحد طبعا. الإنسان ناكر لأصله. عيب أنت تنكري أصلك، عيب تنكري أنت الناس اللي بتوقف معك. كتبت على تويتر شذا حسون موجودين وموثقين بالقضية اللي قدمتها. أول شيء كتبت إنه لبنان زبالة حسالة شواذ. هي أول شيء كتبت. رجعت صارت تكتب سبت أمي، يعني سوري الفاظ انا استحي اقولها انه انا شاب وهيك، لكن لا تقال. امي وشرف امي وعرض امي وبيي واللي جايبني واللي. طيب ليش اصلا هي كتبت؟ والسبب بكل بساطه انه كان في حفل لعيد الجيش. وبعيد الجيش بلبنان كان من سنتين كنا عاملين هيدا الحفل دعما للجيش. صار يعني نوال الزغبي وكل الفنانين نحن عملنا حفلات تدعم الجيش اللبناني. فقالوا لي انه جو بدنا اياك تغني معنا، مين بتقترح يكون معك؟ قلت لهم بدي شذا حسون. دقوا لشذا حسون قالوا لها بدنا اياك تكوني معنا بالحفل. قالت لهم اوكي خليني افكر. اوكي. بهيدا الوقت اداره البرنامج عملوا اجتماع ليقرروا انه اذا شذا وجو، قالوا لهم بالاداره انه شذا حسون ما عندها جمهور بلبنان ومنا لبنانيه، فما بتوافي الشروط لتكون بهيدا الحفل اللي حيقام للجيش اللبناني. فبعد جمعه دقوا لها ولا يعتذروا منها، تفاجئوا فيها بطلباتها. طلبت اول شيء $30,000 من استاذ راغب قيس، هو صاحب موقع شرطة المشاهير. هو الخلاف صار بينه وبينه لأنه هو كان عم بينسق مع راغب. قالت له بدي $30,000 لغني للجيش اللبناني، وما بدي يكون الجورات معي، بدي يكون لوحدي. قال لها أول شيء هيدا الجيش اللبناني عم نعمله نحن حفل لندعمه، أنت ما عم بتغني ببلد خليجي لتطلبي هالمبلغ. 2 جورات هو اللي اقترح اسمي،
فحنعتذر منك، واصلا اللجنه قالت انه انت ما عندك جمهور بلبنان، فحنعتذر منك، ما حنقدر تكوني معنا بالحفل، حناخذ الجو ومن حمزه. طيب كيف هي ما عندها جمهور بلبنان وهي تحيي حفلات؟ هي بتغني هلا اكثر شيء خليجي، اعطيني اغنيه ضاربه لها، اغنيه لا بس يحبوها بلبنان. ما في حدا هي نجمة ستار اكاديمي من 9 سنين، العالم كلياتها لبنان بيحب كل الناس وما بحياته كره حدا، وانا بعدني بحبها رغم اللي عملته فيي، بس كنجمة شباك لحفلة عامة لمهرجان 20,000 بدهم نجم، انا ما في يقوم فيها، من حمزان بيقدر يقوم فيها، راغب بيقوم فيها، بدهم نجم لبناني. اوكي شفتي الحب ما في احلى منه. انا بشهد لك وقت اللي بدك تتملكني، بتتملك الانسان بالحب، بالاحساس، بالكلمه الحلوه. اللي عم بيحكوني بالكلام الجريء حصير بالنسبه لهم كوابيس. يعني انا حصير اي حدا بيحكي عن جو رعد حصير كابوس له. انا قلت ببدايه اللقاء انه انت مثير جدا للجدل. جو رعد، نعم. عندك حفلات قلت لي اثناء الفاصل انه يوم 21 اعياد نوروز بالعراق. ان شاء الله عم هذا سكوب لنا ان شاء الله. وبدي اطلب من كل الجمهور وكل الفانز وكل اللي بيحبوني وبيحبوا يوقفوا معي ويدعموني يكونوا موجودين بهيدي الحفلات، وقريبا ان شاء الله نخلص الكونترا. استاذ بهاء يعني الملحق الاعلامي لإلي بالعراق هو عم ياخذ المواعيد، هو استاذ محمد طبعا، عم نشوف الانسب، وان شاء الله يا رب يكون ب 21 يكون لي مشاركه، شارك الشعب العراقي واقدم لو هالقد بسمه ضحكه لكل حدا بالعراق وببغداد. طيب بالنسبه للاعمال الخيريه اللي حضرتك راح تساهم بيها من خلال وجودك بهالفتره هاي بالعراق؟ بصراحه انا بشوف الفنان ما لازم يكون بس ثياب حلوه وبارفان حلو وشعر حلو وجاكيت حلو وطقم حلو، الفنان لازم يحس بكل المجتمع، وخاصه مجتمعنا العربي اللي هلا ماري بازمات وبحاله حروب، هو بحاجه لهيدا الشعب الفقير المعتر نضحك له، حتى لو قدمنا له صوره، يمكن انا اكون ماشي بالطريق الناس بليز جو صوره. طيب ما تخاف انت انه راح يتهجمون عليك بعض وسائل الاعلام ويقولون انه ده يستغل الفرصه ويتقرب من الفقراء والمحتاجين في سبيل انه يزيد جمهوره، يزيد فانزه؟ اول شيء هيدا المشاريع اللي بعملها مش اول مره، اللي بفوت على ارشيف جو رعد بيعرف من 15 سنه لهلا شو بيعمل، وفي اشياء ما بحكي عنها لانه بتكون لازم، في اشياء لازم تعطي ايدك اليمين ما تعرف ايدك الشمال طبعا، لكن في اشياء لازم تعمليها لتتشجعي. انا تشجعت من الفنانين الاجانب، فلازم انا مثل ما انا تشجعت هلا بكره غيري فنانين عرب او عراقيين او بتلفت لهم النظر، يعني مش غلط. وبنفس الوقت انا بلبنان كل عمري بعمل لهيدي المساهمه. ها الفنانتي هلو شو حلوين. مروه، شو اسمها؟ مروه. في كمان 4 شفت كمان شعرها اسود حلوه، بتشبه هيفا. تشبه هيفا. مريم. انت تشبه مايا دياب، احنا ما تزعلي. يا سكوليتي. اختي مروه حلوه، لازم تكون مذيعه مروه. ما تقبل مروه، ليش ما تصيرين مذيعه؟ هاتي بوسه. كلام شبابي، هول الشباب اللبنانيين، الشباب اللي هيك اللي هول التعابير اللي هالكلمات المصطلحات اللي بيقولوها، من هيك انا بختار اغاني بتشبههم، تشبه الجيل الصغير الشباب. ولهذا اللي يتابعوك اعمارهم تكون بين ال 15 الى 40 جمهورك وفانزك. ما تتخيلي من العراق بين ال 14 لل 21 قد ايه عندي كم. ليه هذه الاعمار؟ بعثوا لي ما تتخيلوا، انا اصلا بحب التواصل معهم، بتواصل معهم. طيب شنو السبب يعني هذه الشريحه العمريه من ال 15 الى ال 40 هم اللي يتابعوك دائما، هم اللي من 15 لل 21 اكثر. من بعد ال 21 يعني بس صوتك صار بعيد لانه بده ينزع القمصه لاحتار لانه شوبت يعني دوروا هالاي سي. اوكي زين. خلينا نسولف عن دخولك الى سوري لك ليه بيحبوني؟ لانه طبيعي، لانه قريب لالون، ماني عامل بيني وبينهم حواجز، واهم شيء اكيد شافوا فيي شيء، حدا عم بيغني لهم شيء هن بيحبوه، شافوا على المسرح حدا بيحبوا يشوفوه، ينبسطوا لما يشوفوا ان الله جميل ويحب الجمال، بحب يشوفوا شو جميل متكامل. اليوم مثلا السيده اذا نشوف فنانه ما بنشوفها بس صوتها حلو، ما احلى الاصوات، ربنا ايام بيخلق لانسان بيعطيه صوت جميل، بيقول له روح غني واطرب العالم، بس انت حتغني واطرب العالم وبس. وفي حدا بيخلق انسان بيقول له حاعطيك صوت مع حضور لتقدر تسعد الناس شكلا وسمعا.
حلو. طيب نعم. تعجبني هذه الثقة العالية بنفسك جو. حقيقة شوفي جمهوري حغني ب 21 بالشهر ان شاء الله ببعدين آيات نوروز ان شاء الله. رح نتحدث عن هذا الموضوع وعن مواضيع أخرى، لكن سؤال عن موضوع دخولك إلى مجال الغناء بطريقة مفاجئة أذهلتنا الصراحة، لأنه إحنا متعودين عنك مصفف شعر يعني، طب ما أذهلتني ورقم واحد في مجال تصفيف الشعر، وما زلت بعدني بشتغل بعالم الشعر وبحبه، بس دخلت للغناء. شنو السبب؟ هل يا ترى واحد من النجوم اللي أنت تصفف لهم شعرهم باستمرار هو اللي شجعك، هو اللي دعمك، أو أنت ليه أذهلك الموضوع؟ يعني أنت مثلا أنا كنت أشتغل بالنجارة وفجأة لقيتيني عم غني، مع انه حتى النجار اذا غنى صحتين على قلبه. في فنانين كانوا يشتغلوا كوا، وائل كفوري كان حلاق ستاتي. موضوع وائل كفوري كان حلاق ستاتي. ايه اذا ما بتعرف عمرو دياب كان حلاق رجيلي. فجرت مشكل هلا لا ما فجرت كفوري. هيدي حقيقه بس ما سمعنا في مره من المرات صرح. لحظه لانه انتم اصلا تعودتوا عليه وانشهر بكفني. عيب على اللي بيعمل